صحابي، اهلا بيكم. فيديو جديد مع ليدي مرمر. النهارده ان شاء الله هنستعرض مع بعض حاجات مهمه جدا انا ما بقدرش استغنى عنها، سواء في شغلي في المطبخ، سواء ادوات بستخدمها في التنظيف او منتجات كمان بستخدمها في التنظيف. كل حد فينا عنده الحاجات اللي ما بيقدرش يستغنى عنها، وزي ما بنقول بتبقى ايديها وايديها اليمين في المطبخ او في الشغل عامه. فانا هوريكم النهارده الحاجات اللي انا بستخدمها، وحاجات خلتني استغنيت عن منتجات تانية، وحاجات قضت اغراض كتير تنفع لاكتر من غرض. خليكم معايا هنشوف هنعمل ايه. اول حاجه حابه اتكلم عنها هي اجهزه المطبخ. الاجهزه في المطبخ طبعا بعيدا عن الاساسيات، البوتاجاز والتلاجة والفرن والحاجات دي كلها، انا عايزه اتكلم عن حاجات هي فعلا ايدي اليمين في المطبخ. اول حاجه حابه اتكلم عنها وحابه اقول فيها شعر، يعني هي الهاند بلندر بتاع براون. ده الهاند بلندر بتاعي، هو يمكن موديل قديم شويه لان هو عندي من وقت طويل، في حاجات طلعت احدث من كده، بس بصراحه ممتاز جدا. مكوناته في 2 كبة، دي اهو الغطا بتاع الكبة الصغيرة، وكبة كمان كبيرة، ودي الهاند بلندر نفسها. انا جايباها من هنا ستانلس مش بلاستيك علشان تتحمل درجة الحرارة. وفي كمان مضرب البيض ده، وفي الوعاء ده لو هخفق فيه حاجه صغيره يعني. وفي كمان الموديل ده انا كنت جايباه كان فيه معاه يعني حاجه كده بتجرش التلج، بتركب برضو على الموتور. وفي الموتور انا نسيت اجيب الموتور من المطبخ، الموتور بيركب هنا او بيركب هنا او بيركب هنا، تمام، او بيركب هنا حسب الاستخدام. برضو طويل طول كده، هو يمكن انتوا شفتوني قبل كده في فيديوهات استخدمته معاكم كتير. الحقيقة ممتاز جدا، بيأدي معايا اكتر من وظيفة. الخلاط، فالهاند بلندر ده كده اهو، ده البلندر بتاعه، ده اللي بيستخدم في خلط. الحقيقة بعمل بيه عصاير، بعمل بيه اي حاجة تتضرب في الخلاط بستخدم فيها الهاند بلندر ده. لو عدس وهو على النار كمان وهو سخن جدا ما بستناش لحد ما يبرد بستخدمه، علشان كده بقول لكم الاستانلس افضل من البلاستيك. كمان لو عايزه حاجه تتفرم، سواء لحوم او فراخ او توم او بصل او اي حاجه، عندي الكبه لو الكميه صغيره اهي، او الكميه الكبيره في الكبه دي. كمان لو محتاجه مضرب بيض اهو، يعني مثلا انا بعمل بيه المايونيز، حلو جدا، برضو بالكهرباء والوعاء ده. فبالنسبه لي يعني الهاند بلندر ده اخد اكتر من وظيفه جوه المطبخ، اكتر من جهاز. ما اعتقدش ان انا كنت هحتاج اكتر من كده يعني. ادي الكبه، وادي مضرب البيض، وادي الخلاط، بالنسبه لي كفايه جدا. دي كانت الهاند بلندر بتاعي، هو ماركته براون، مش عارفه سعره دلوقتي ايه لان الاسعار طبعا زادت زياده مهوله، وهو عندي من وقت طويل من كذا سنه، عشان كده بقول لكم في موديلات نزلت احدث من الموديل ده. تاني جهاز عندي في المطبخ ما بقدرش استغنى عنه ابدا، هو قلايه تيفال اكتيف راي. القلايه دي بالنسبه لي مهمه جدا جدا، بتغنيني عن القلي في الزيت، لاني انا زي ما قلت لكم قبل كده بحب اعمل اكل صحي بدهون خفيفه. فبحمر فيها البطاطس، بحمر فيها، بعمل فيها البانيه، بستخدمها في كل حاجه ينفع تتحمر على النار. الكوبيبه بعملها فيها، لو في سمك هيتقلي بدهون خفيفه برضو بستخدمها. الموديل بتاعي اسمه تيفال، عايزه اوريكم الماركه اهي، تيفال اكتيف راي اكسبريس. دي بتشيل كيلو، دي سعة كيلو. كان في موديل اكبر منها بتشيل اعتقد كيلو ونص. اهي كده من جوه، وده كده بيتشال اهو يتغسل. وكمان ده بيتشال لو في حاجه مش هتتقلب، يعني مثلا زي البانيه او زي البتنجان او الكوبيبه او بنشيل السلاح ده علشان لو في طبقه من البقسماط او اي حاجه ما تفكش من عليه او ما يتعجنش. حلوه جدا جدا، بحبها قوي، سهله بالنسبه لي وسريعه. زي ما قلت لكم قبل كده الموضوع بالنسبه لي مش موضوع دايت، لكن موضوع اكل صحي اكتر من انه دايت. انا ممكن اعمل ان شاء الله فيديو مخصوص ريفيو عن القلايه تيفال، لان فيها موديلات اقدم وموديلات احدث كمان، فهعمل لكم فيديو منفصل عنها ان شاء الله ريفيو. اخر جهاز معايا بعتبره من اساسيات المطبخ بالنسبه لي، هو العجان بتاعي. العجان ده ماركته كينوود،
وده الموديل بتاعه اسمه ميجور برايمر. طبعا انا كنت جايباه برضو قبل غلو الاسعار. هو حلو جدا جدا، الوعاء بتاعه كبير، الساعه بتاعته او الوات بتاعه تقريبا 1200 او 2000، اعتقد 1200 واط. حلو جدا، بيسعف معايا في المعجنات. عايزه اقول لكم بعد ما جبته ما بقتش اكسل اني اعمل معجنات. كنت الاول بشيل هم العجن ومش عارفه ايه رغم ان الموضوع مش صعب قوي، لكن بجد لما جبته واستخدمته بقى بيديني نتيجه احسن كتير، وبقى يسهل عليا الامر، يعني ما يخلينيش اكسل ان انا اعمل اي حاجه. ده كان اخر جهاز معايا في المطبخ، يعتبر اساسي بالنسبه لي. تعالوا نشوف قسم جديد من اقسام المطبخ ونشوف ايه الحاجات المهمه فيه. تاني قسم جوه المطبخ وهو من الحاجات اللي ما اقدرش استغنى عنها، وهي الرفايع الموجوده قدامكم دي. يمكن موجوده في كل البيوت، ويمكن موجوده كمان منتشره قوي في الاسواق، واستخدامها بقى موجود، يعني بقت موجوده بكثره يعني غير الاول. لكن انا حبيت اوريكم انا ازاي ما بستغناش عنهم. اول حاجه طبعا كلنا عندنا سكاكين في مطابخنا، لكن اللي انا بحبها قوي وليها معزه خاصه كده عندي هي السكينه المشرشره. انا مش عارفه هي واضحه قدامكم ولا لا، تقريبا كده واضحه. دي السكينه المشرشره اللي هي الشرشره الضيقه خالص دي. السكينه دي حلوه قوي، مميزه قوي، يعني من اكتر السكاكين الغاليه على قلبي، لانها اولا مش بتتلم، مش بتبقى بارده يعني مع الوقت وتحتاج لتتسن. ثانيا ينفع استخدمها في كل حاجه، وبتفضل بكفاءتها وبجودتها وقت طويل جدا جدا. من السكاكين اللي بحبها قوي. وعايزه اقول لكم عندي طقم كامل من السكاكين، يمكن مش بستخدمه قد ما بستخدم السكينه دي. وجبت من الشاشره دي كذا واحده علشان يبقوا تحت ايدي دايما وبستخدمهم باستمرار. كمان من الحاجات المهمه هي قشره البطاطس دي اللي بشكل رأسي كده، مش اللي بالعرض. يمكن اللي بالعرض مش بعرف اتعامل معاها زي ما بتعامل مع دي. دي مهمه بالنسبه لي، بقشر بيها البطاطس، بقشر بيها البتنجان، بقشر لو كوسه هتتقشر، الجزر. كمان بعمل بيها البطاطس الشيبس، بتخليني اتحكم ان البطاطس تبقى رفيعه جدا جدا، فبالتالي غنتني عن مكنه تقطيع البطاطس لشيبس. بتحكم فيها اكتر من السكينه في تقطيع البطاطس الشيبس. كمان لو هقطع كوسه شرايح رفيعه عشان اعملها بطريقه معينه بستخدم برضو بستخدمها، فهي مهمه قوي بالنسبه لي. الاسباتيولا دي سوري الويسك ده برضو مهم قوي بالنسبه لي، السيليكون بالاخص، لان بحب استخدمه مع كل حاجه. الومنيوم، تيفال، انا ما عنديش الومنيوم، تيفال او سيراميك او كمان ستانلس، فانا يعني بيغنيني عن التاني الستانلس. انا عندي ستانلس بس بميل لده اكتر، بيريحني في الشغل وصوته مريح غير التاني، بيحتك بالخامه وبيعمل صوت. وبيريحني قوي طبعا في البشاميل زي ما انتم عارفين، وفي حاجات تانية كتير، فده كمان مهم بالنسبه لي. الحاجه المهمه قوي واثبتت كفاءه في شغل المطبخ هي الاسباتيولا السيليكون. في منها انواع كتير جدا. اول واحده جبتها كانت دي اللي هي البلاستيك دي بس الحقيقه مع الوقت عرفت ان هي، بصوا شكلها، بصوا لونها اتغير ازاي من هنا من الحرف، لاني كنت بستخدمها في الحاجه على النار على السخن، وطبعا ده اثبت انها اللي هي ايديها بلاستيك دي ما بتبقاش صحيه قوي، فدلوقتي بقيت بستخدمها للحلويات. عايزه اقول لكم جميله جدا، وبتنظف الطبق حلو قوي، بتنزل اي بقايا من الطبق او مثلا الكيك او الصوص او اي حاجه، فبتخليكي تاخدي وتستفيدي بالكميه كامله، افضل من المعلقه بمراحل. في انواع تانية زي الخشب اللي ايده خشب ده، اعرفي ان هو بيستخدم على النار، لكن في عيب لو خدتيش بالك منه زي ما حصل معايا كده هنا، الايد بتاعته هتتحرق. فده بستخدمهم على النار، ليهم اشكال واحجام مختلفه كتير. دي كمان ايديها بلاستيك، بس عايزه اقول لكم ان هي قاسيه شويه عن دي، يعني نوع السيليكون ده طبعا افضل، النوع ده افضل من النوع ده، قاسي شويه غير دي، شايفين؟ فبرضو بفضل ان انا استخدمها على البارد مش على النار. في كمان نوع نزل اللي هو كله معدن، في منه معالق، عندي منه معلقه نفس اللون، حلوه قوي برضو. دي برضو ينفع استخدمها على النار، بس هي طويله شويه وطريه، فلما باجي اقلب بيها ما بتبقاش احسن حاجه، ممكن اقلب بدي او بدي افضل. لكن دي برضو بتستخدم في حاجات كتيره جوه المطبخ، بحبهم جدا الحاجات دي، بينضفوا لي المواعين زي ما بقول لكم، وبيخلوني استفيد بكل الكميه اللي عندي اللي بستخدمها. انا كده خلصت القسم بتاع رفايع المطبخ، يلا بينا نشوف قسم تاني ونشوف ايه الحاجات المهمه فيه. تالت قسم هتكلم فيه النهارده هو ادوات التنظيف.
طبعا بجانب الادوات الاساسيه اللي هو الصابون السائل اللي بستخدمه للمواعين، والمسحوق اللي بستخدمه للغسيل عندي. لكن عندي حاجات اساسيه ما اقدرش استغنى عنها. زي ما انتم شايفين كده قدامكم، هما مش كتير، حاجات بسيطه. لكن بالنسبه لي الكولوريكس الجل الجديد ده منتج ممتاز جدا، ممتاز في التنظيف، بيديني نتيجه فعاله، مش مؤذي قوي زي الكلور، لان الكلور كان بيتعبني جدا، وانا كنت من عشاق الكلور وكنت بتعب منه قوي. كان بيتعب لي عينيا وبيتعب لي ايديا، يعني الجلد وكمان العينيا، لان عندي حساسيه في عينيا، فكنت بتعب قوي من الكلور. لما طلع المنتج ده وجربته انا بحبه قوي قوي، وفي منه دلوقتي روايح كتير بانتعاش الليمون والنعناع وورود وحاجات كده. فالمنتج ده انا ما اقدرش استغنى عنه ابدا. كمان من الحاجات اللي بحبها جدا الكربوناتو او بيكربونات الصوديوم، انا بجيبه بفضيه في عبوه كده عندي تحت الحوض. برضو ما بقدرش استغنى عنه في كل حاجه في التنظيف، انا بستخدم الكربوناتو. بيستخدم في حاجات كتيرة طبعا، يعني متهيألي اليوتيوب مليان باستخداماته. بضيفه على البخاخ ده اللي هنتكلم عنه دلوقتي، وبضيفه كمان اوقات على لو في حروق في الطاسات او في الحاجات دي، بينفعني جدا، ليه استخدامات كتير. كمان من الحاجات المهمة جدا عندي هو الخل. الخل مش بس بنستخدمه في الاكلات، ده كمان ليه استخدامات حلوة قوي في التنظيف، لانه بيعقم وبيطهر. وكمان غير التعقيم ليه خاصيه كده، يعني مثلا بيستخدم لو مثلا عندك حاجه وعاء سيراميك اللي هو من جوه بيبقى ابيض، او الزنك او الحاجات دي، يقولك ولونه غير، يقولك حطي فيه خل مع ميه على النار هيبيض، ودي حقيقه بيرجع تاني. او في البلاستيكات اللي لونها بيغير برضو الخل مفيد جدا. فانا عامله ايه، حاطه منه، مفضيه منه في عبوه كده صغيره، وحطاها جنب سائل المواعين. سوري يا بنات ان التليفون فصل. فزي ما قلت لكم مفضيه من الخل في ازازه كده صغيره، وحطها جنب سائل المواعين. بحط منه كمان على الصابون السائل كل يوم، بيديني تلميع كده للمواعين، الكوبايات والمعالق والحاجات اللي استانلس. اخر حاجه حابه اتكلم عنها، واللي فعلا فعلا في ايدي على طول مش بستغنى عنها، هو بخاخ النظافه اللي انا عملته معاكم في فيديو منفصل قبل كده. في ايدي ورجلي طول اليوم في شغل المطبخ بصراحه. مش ايدي ورجلي، لا سوري، ايدي اليمين ايدي اليمين في شغل اليوم تقريبا يوميا، وطول الوقت بستخدمه في تنظيف الرخامات وتنظيف الاسطح يعني كلها بعد ما بخلص شغلي. وكمان بستخدمه للدواليب من بره. انا عملت البخاخ ده قبل كده وبنضف فيه الاجهزه. انا عملت له فيديو مخصوص قبل كده، هحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف، او هتلاقوه في الشاشه اللي تظهر في النهايه دي، لا هتلاقوه في صندوق الوصف افضل. كده تقريبا كانت المنظفات الاساسيه اللي مش بقدر استغنى عنها، حاجات اساسيه بتساعدني في التنظيف. فاضل اخر قسم، خلينا نشوف هنقول ايه مع بعض. اخر جزء عايزه اتكلم عنه النهارده هو ادوات التنظيف، الادوات اللي بستخدمها وانا بنظف. ودي تقريبا خلاصة سنين كده من التنظيف والشغل، وايه طلع كويس وايه جربته وطلع مش حلو. فدي الحاجات اللي انا ما بقدرش استغنى عنها، بجانب برضو زي ما قلنا الاساسيات بتاعتنا. اول حاجة للشغل اليومي، دي الريشة دي للموبيليا، حلوة قوي قوي ده، بس دي يوميا، لو تنظيف عميق لا مش هتصد. الريشة دي حلوة جدا للتنظيف اليومي، بنمسح وبننضف بيها كده على السريع من على الموبيليا. كمان حلوة قوي في التنظيف مع الموبيليا الفوط اللي هي شبه كده، او الجوانتي اللي شبه كده اللي هو بيبقى مشرشر ده كده، حلو قوي برضو بيمسح. ممكن ده نستخدمه في التنظيف الاسبوعي. للموبيليا برضو الخشب حلو قوي، بيمتص التراب وحلو قوي، بيتلبس كده عادي، بيتلبس زي اعتقد الناس كلها عارفاه. اللي حلوه كمان الفوط اللي هي نازله كده، دي بيبقوا اتنين مع بعض في باكت، اللي هي شبه الشمواء كده، اللي هي عارفين شبه ايه، اللي هي بتبقى تقريبا بواقي، عارفين المفارش الدفايات اللي بيسموها دلوقتي، بتتفرش على السراير، في منها اشكال والوان مختلفه لسراير الاطفال وسراير الكبار. دي بتبقى زي تقريبا بواقي المصانع، يعني بتتعمل زي فوط حلوه جدا، عايزه اقول لكم حلوه قوي، حلوه للخشب. حلوه كمان، جربي تكوني بتغسلي مثلا البوتاجاز وعايزه تلمي الصابون، لميه بالفوطه دي وهي ناشفه، ممتازه جدا جدا جدا. في كمان دي طبعا كلكم عارفينها، اهي طويله كده وبتطول وبتقصر. دي في ناس كتيره بتستخدمها، اهي بتطول كده.
او هي تقريبا اتعملت مساحه للارض للسيراميك، لكن انا ما استخدمتهاش كده بصراحه. دي عايزه اقول لكم انها بتتركب كده، بتتفك كده. بتتفك كده، ودي بتتشال بتتغسل وبتتركب تاني بمنتهى السهولة. ليها زي جيب كده او مكان تدخل فيه جناب المساحة. دي انا بستخدمها في ايه؟ تعالوا اقول لكم. انا عندي منها، اركبها ثواني. انا عندي منها مساحة واحدة بس، دي واحدة، لكن الجراب ده اللي هو اللي بينضف ده اللي بيتشال ويتركب، عندي منه 3 بالوان مختلفة. بستخدمهم في ايه؟ عندي اللبني ده او التركواز، وعندي الاخضر البيستاج، وعندي الاورانج. بغسلهم وبشيلهم، بس كل واحده ليها استخداماتها. ده بيتباع فرداني لوحده على فكره، ومش غالي، كانت ب10 جنيه لما جبتها. فيهم واحده دي كده اللي هي اللبني، دي انا بستخدمها للحيطان. لما اكون حابه استخدم الحيطان بتاعتي، اغسل الحيطان بتاعتي او ازعفها في الاول، بستخدمها طبعا ده في التنظيف الموسمي. بتبقى حلوه قوي، بتلم اي اتربه مع الحيطان، وبعدين بغسلها وبحط فيها المنظف بتاعي وبمسح بيها برضو الحيطان، وبتجيب من فوق لتحت. حلوه قوي قوي قوي. منها واحده كمان انا بستخدمها في المطبخ. بتاعه المطبخ هقول لكم في فرق كده ما بين الدواليب والسقف. الفرق اللي هو السيراميك ده مش بعرف اجيبه اطوله يعني بايديا، لا يمكن. فبستخدم له اللي هي اللون البيستاج. برضو ببقى حاطه فيها المنظف وبنضف فيها الفرق ده ما بين الدواليب والحيطه والسقف. تالت واحده بستخدمها للحمام، برضو بغسل بيها حيطان التواليت. دي لوحدهم، وبتدخل الغساله عادي وتتغسل عادي. اخر حاجه عايزه اقول لكم عشان الفيديو ما يطولش مننا قوي، هي الفوط دي اللي بتيجي في باكت كده، بيبقوا 3 أو 4 مع بعض. الفوط دي ممتازه. بصوا هي خامتها، مش عارفه خامتها ايه، بس طبعا هي صيني، بس مش عارفه، لا مش عارفه هي ايه خامتها. هي الفوطه كده. عارفين دي انا بستخدمها في ايه؟ لو رحتوا شفتوا الفيديو بتاع التنظيف اليومي بتاعي او الاسبوعي، مش فاكره انا عملت انهي، بتاع التواليت بتاع الحمام، انا كنت بستخدم فيه دي. عايزه اقول لكم بالبخاخ اللي احنا عاملينه ده ومع الفوطه دي بتنضف جدا 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 الحوض والقعده التواليت من بره والبانيو، لان هي عامله شبه ايه، بصوا مش عارفه خامتها ايه، عامله كده. فهي بتلم اي تكلسات على السيراميك او اي بقعه او اي حاجه مع المنظف اللي احنا بنستخدمه. دي الفوط اللي انا بحب انضف بيها قوي، جربوها هتعجبكم جدا جدا جدا. دي تقريبا كانت الحاجات اللي انا بستخدمها. اسفه لو الفيديو طول، بس حبيت اوريكم كل حاجه انا ما بقدرش استغنى عنها، واساسيات يمكن اكون ضفتلك فكره كانت تايهه عنك او غايبه عنك. استنوني في فيديو جديد، انا كمان هستناكم. باي باي.